هي ايه الأحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى؟ انت قصدك الراجل اللي طلق مراته 3 طلقات، صح كده؟ صح. طيب، احنا اتكلمنا في الفيديو الماضي عن الراجل اللي طلق مراته بينونة صغرى، سواء ان هو طلقها وسابها حتى ما بانت، او ان هي خلعته او تم الفسخ او طلقها قبل ما يدخل عليها. راجع الفيديو الماضي عشان تفهم الفيديو ده الراجل ده طلق مراته 3 طلقات. الستات هنا بتنقسم لقسمين. في ست تيجي تقول لك والله انا عايز ارجع له تاني. طب انت عشان خاطر ترجعي له، اولا انت اول ما يكون طلقك 3 طلقات خلاص انت بنت منه بينونه كبرى. ربنا قال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب انا عشان اروح انكح زوجا غيره، ركز بقى معايا عشان الحرام اللي بيحصل. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر قال اياكم والتيس المستعار. مين هو؟ بيجيبوا الراجل يتفقوا معاه يقولوا انت هتدخل على الست دي تتجوزها يومين ثلاثه شهر شهرين ومن كده تطلقها عشان ترجع لجوزها الاول. ده زواج متعه زنا. رقم اتنين النبي سماه تيس مستعار. تيس عبارة عن تيس، أنا آسف يعني زي الخروف أو زي العجل كده بيأجروه عشان أنا آسف يعني يدخل على مش عارف الجاموسة دي. أنت فاهم أنت بقى الدنيا. فاهمني؟ فالنبي حذر من الموضوع ده. علشان خاطر الزواج يكون حلال الزواج التاني، عشان الست دي ترجع للأول لازم يكون العقد صحيح ظاهرا وباطنا. ظاهرا باستيفاء الشروط، لابد من وجود ولي، الصداق، المهر، الشهود، إلى آخره. واما باطنا فان يكون الاصل فيه استقرار الاسره الزوجيه، ان في يكون في نكاح وان يكون في اولاد ويكون في استقرار واسره. حصل كل ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يتم الدخول الحقيقي، يعني ما عقدش عليها بس، لا حتى تنكح زوجا غيره باتفاق اهل العلم. لابد ان يكون في دخول حقيقي. ولذلك السيده عائشه بتحكي عن فاطمه بنت قيس لما زوجها طلقها، ابو رفاعه القرظي او رفاعه القرظي. فالسيده فاطمه بنت قيس راحت تشتكي للنبي من زوجها الجديد، بتقول له كاني اجد من نفسي مثل الهدبه. يعني بتقول له يا رسول الله انا ما بشعرش مع ان انا ست، مش حاسه بانوثتي، ضعيف جنسيا، عايز ارجع للاول. بس هي طبعا ما قالتش للنبي كده، مكسوفه. فالنبي استشعر من كلام ان هي عايزه ترجع للاول. انت عايز ترجعي للاولاني صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها كده وقال لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني لازم يجمع الجماع صحيح. العسيلة اللي هو الاستمتاع بفرج المرأة كله، من آسف، ده المراد بكلمة العسيلة، أن يحصل دخول تام عند المرأة، استمتاع تام وكامل عند المرأة. بعد ده حصل خلاص، ساعتها بقى نشوف بقى الراجل ده زوجها مات او ان هو حصلت مشاكل وطلقها وعايزه ترجع للاول. ساعتها بقى ايه، خلاص بقى مفيش مشكله، تقعد تعتد 3 حيضات وتطهر علشان ترجع للاول. هو ده اللي ربنا قال عليه يا اخوانا، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام فعله مع السيده فاطمه بنت